الصيانة الدورية تعد وتصمم دون الأخذ في الاعتبار لظروف التشغيل والظروف المناخية المحيطة بهذه العناصر. أيها الشباب، أيها الأفاضل، أبنائي الطلاب، سؤال ماكر، لأن السؤال إجابته صح مع العلم إنه غلط. ليه؟ حط كلمة في النص وقال لك دون الأخذ في الاعتبار، غير مجرى إجابة السؤال نهائيا. إذن الإجابة خاطئة، والصحيح الصيانة الدورية عادة ما يتم تصميمها مع الأخذ في الاعتبار، مش دون الأخذ في الاعتبار. مع الأخذ العديد من العوامل في الاعتبار، بما في ذلك ظروف التشغيل، العوامل المحيطة، درجات الحرارة، الرطوبة، الأتربة، الاهتزازات، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أداء المعدات وحالتها، وبالتالي يجب أن يتم تحديد فترات وأسلوب الصيانة بناء على هذه الظروف لضمان كفاءة المعدات وتقليل الأعطال.